في الفيديو ده هعلمكم ازاي تعملوا التايم سكرول افكت زي ما انتم شايفين كده دلوقتي. حطوا لايك للفيديو واشترك في القناة ويلا بينا. اول حاجة هتدوس على تكست، هتدوس اد تكست. تمام، هتيجي عند النص وتدخل التواريخ كلها تحت بعض. انا كتبت المجموعة دي. تمام، بعدين هتختار النص. انا مثلا هختار ده. تمام، وتعمله بولد عشان يبقى باين كويس. تكبر الحجم وليكن هنخليه 22. تمام، تنزل تحت عند بوزيشن اللي هو هنا، هتدوس عند الواي، هتدوس اد كي فريم، تيجي في الاول هنا. تمام، بعدين تنزل النص لحد ما تخلي اول رقم في النص. تمام كده، مثلا نص. تمام، تيجي في الاخر اخر التكست هتدوس برضو اد كي فريم وتخلي اخر رقم تحت هو اللي يكون في النص كده مثلا. تمام، وهتيجي كليك يمين، هتدوس على شو فاريبل سبيد انيميشن. تمام، هتيجي عند الواي، هتيجي عند بريست كيرفز، هتدوس عليها، هتختار كيوبيك اوت. تمام، بعدين هتدوس اكس كده وتعمل نفس اللي انا هعمله دلوقتي. تخلي ده كده مثلا، وتيجي تدوس هنا كليك، تمد ده لقدام. تمام، تخليهم بالشكل ده. بعدين هتدوس كليك يمين، كرييت كومباوند كليب كده. بعدين هتدوس على الفيديو، على ماسك. تمام، تختار شكل ريكتانجل. بعدين بتصغره بالظبط لحد ما يكون فت عليه بالظبط. تمام، بعدين هتنزل تحت على فيذر، هتخليها 16 كده اهو. تمام، ولو انت نفذت الخطوات كلها صح هتلاقيها بالشكل ده. بصوا طلعت مظبوطة ازاي. ممكن خطوة زيادة انك تضيف الساوند افكت ده اللي اسمه ديجيتال كاونتنج، وده هيبقى الشكل النهائي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون عجبك. ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة، ولو حابب ان نوع المحتوى ده يستمر ما تنساش تدعمنا على انستا باي او باتريون. اشوفكم الفيديو الجاي.